بص عادي هنتكلم معاك، انت ايه رايك ايه بعد انضمام ان شاء الله النهارده للزمالك؟ اكيد يعني اسعد يوم في حياتي انضم نادي الزمالك، نادي كبير وان شاء الله باذن الله تبقى سنه كويسه، وان شاء الله مزيد من السنين يعني بعد السنه دي ان شاء الله نقدر سنه نص اعاره. طب انت طموحك ايه مع الفريق بعد التوقيع؟ اكيد في طموح بطوله يعني ان شاء الله بطوله، لو في كاس اتلعب، في دوري اتلعب ان شاء الله محتوى، لو في افريقيا ان شاء الله باذن الله نقدر ننافس عليها. طب بالنسبه للمنتخب شايف ان ممكن بوابه الزمالك تساعدك على المنتخب؟ انت لعبت في الزمالك دي اهم حاجه. اهم طموحاتي ان انا الزمالك ان شاء الله ضمن المنتخب باذن الله. طب مين بدا معاك المفاوضات من نادي الزمالك؟ بدأ معايا يعني انا قعدت مع كابتن حماده وبعد كده يعني هو يومين، بعد كده انور وبعد كده دكتور عبد الله وبعد كده النهارده، يعني يومين بس كنت من يومين. طب الكلام عن الاهلي ومش الاهلي عايزينك برضه توضح لجمهور الزمالك ايه الموضوع ده؟ انت كنت في اتجاه لا انا لعبت في الزمالك دلوقتي فما تسالنيش حاجه قبل كده. انا دلوقتي لعيب وضح اسباب دي فعلا. لا والله انا لعيب في نادي الزمالك دلوقتي، فانت كلمني الزمالك انا ما بتكلمش على حاجه فاتت، انا لعيب في نادي الزمالك دلوقتي. طيب الاحداث اللي حصلت امبارح دي ليك تعليق عليها؟ انا بتعامل مع نادي الزمالك يعني انا جاي مع كيان مش جاي مع شخص معين، انا جاي مع كيان نادي الزمالك وان شاء الله باذن الله زي ما قلت لك هتبقى طموحات كويسه باذن الله. طب كلمه من جماهير نادي الزمالك. كلمه ان شاء الله ربنا يعني انا عن نفسي عايز اقول لهم اصبروا بس هم صبروا، بس ان شاء الله باذن الله نقدر نحقق البطوله يعني باذن الله. طب اصبر